السلام عليكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. هحل معاكم النهاردة اختبار تراكمي 6 حتى الدرس السادس الوحدة الأولى. أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول: إذا كان المقدار س أس 2 زائد ك س زائد ربع مربعا كاملا فإن الكاف هتساوي نقط. أول حاجة هنا الكاف موجودة في الحد الأوسط وده مربع كامل، هنجيب الحد الأوسط هيساوي، هنعوض في القانون، موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول في جذر الحد الثالث، هيبقى بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 2 جذرها التربيع س في جذر الحد التالت الربع جذره هيبقى نص. الاتنين دي مقامها 1. بعد كده الاتنين اللي في البسط هتروح مع الاتنين اللي في المقام، اختصرناها يكون بيساوي موجب أو سالب س. هنا عايز الكاف اللي هي معامل السين هيبقى ب1، ما ننساش موجب أو سالب 1، الاختيار نمرة د هيبقى موجب أو سالب 1. بعد كده السؤال التاني: إذا كان س زائد ص بتساوي 2 وس أس 2 ناقص ص أس 2 بتساوي 10 فإن ص ناقص س هتساوي نقط. هنا دلوقتي المقدار اللي هيتحلل اللي هو فرق بين مربعين هنحلله قوسين، س أس 2 دي تتحلل س في س، ص أس 2 هنحللها ص في ص، قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. هنا المقدار ده مفكوكه ده هيكون برضو بيساوي 10. المقدار اللي هو فرق بين مربعين بيساوي 10، احنا فكناه برضو هنساويه بالعشرة. هو هنا مديني س زائد ص ب2، يعني أشيل القوس اللي هو س زائد ص ده وأعوض مكانه ب2. هنا س ناقص ص مش عندي، هتنزل زي ما هي، هنضربها في 2 هتساوي 10. يبقى كده عشان اجيب س ناقص ص بس هقسم 10 على 2 هيبقى بتساوي 5. انا كده جبت س ناقص ص ب5. هو هنا عايز ص ناقص س، هنعدلها عشان تبقى س ناقص ص لان الطرح مش ابدالي. يبقى كده ص ناقص س، احنا عايزينها السين الاول بعد كده الصاد، يبقى ص ناقص س عشان نعدلها هتبقى سالب س زائد ص. دلوقتي هناخد السالب عامل مشترك هتبقى س ناقص ص، يبقى ص ناقص س دي هتكون بتساوي سالب س ناقص ص. يعني هنعوض بس ناقص ص ب5 بس الإشارة هتبقى سالبة، يبقى -5. يبقى الإجابة هتكون -5، الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال الثالث: إذا كان أ في القوس اللي هو ج زائد د ناقص ب مضروب في القوس ج زائد د بتساوي 12، وكان ج زائد د بتساوي 4 فإن أ ناقص ب هتساوي نقط. هنا عندي القوس اللي هو ج زائد د اتكرر، هناخده عامل مشترك ج زائد د. كده الحد الأول هناخدنا منه ج زائد د عامل مشترك، هيكون متبقي لي الألف، الإشارة السالبة تنزل. الحد التاني خدنا منه ج زائد د يكون باقي لي الب، يبقى سالب ب. كده قال لي المقدار دوت بيساوي 12 ومديني ج زائد د دي ب4، يبقى الأربعة هنضربها في كام اللي هي قيمة القوس أ ناقص ب عشان يديني الناتج 12. هقول 12 على 4 هيبقى فيها 3، الاختيار الأول أ. بعد كده السؤال الرابع: إذا كان س أس 2 زائد ص أس 2 بتساوي 7 وس ص بتساوي 3 فإن س ناقص ص بتساوي نقط. هنا دلوقتي ده مشلول مفكوك وهنا مفيش حاجة هتتفك، هنعمل ايه؟ هنربع اللي هو عايزه، س ناقص ص دي هنربعها وهنفك القوس ده. القوس ده مفكوك وهقدر اعوض بيه باللي هو مديهولي ده. يبقى دلوقتي هنفك القوس ده، الأول هنربعه يبقى س أس 2، بعد كده نضرب الأول في التاني في 2 هتبقى -2 س ص، بعد كده نربع الحد التاني هيبقى موجب ص أس 2. كده دلوقتي عندي س أس 2 زائد ص أس 2 أقدر أعوض بيها، يبقى كده هجيبهم جنب بعض، س أس 2 زائد ص أس 2 ناقص 2 س ص. كده هعوض بدول ب7 ناقص 2 في س في ص مديهالي ب3، يبقى كده عندي 7 ناقص 2 في 3 ب6، 7 ناقص 6 هيبقى 1. يبقى احنا كده جبنا س ناقص ص الكل تربيع ب1. احنا المطلوب مننا عايزين س ناقص ص بس، س ناقص ص بس هيبقى موجب أو سالب الواحد، عشان هناخد الجذر التربيعي لس ناقص ص الكل تربيع عشان أجيب س ناقص ص بس هتبقى موجب أو سالب 1، الاختيار نمرة د. بعد كده السؤال رقم 5: أ س ناقص ج س
ناقص ج ص زائد أ ص بتساوي القوس س زائد ص مضروب في القوس كام. هنا دلوقتي عندي هنا 4 حدود هنحللها تحليل بالتقسيم. هناخد الحد الأول مع الحد الأخير أعداد موجبة مع بعض، يبقى هاخد أ س زائد أ ص. بعد كده هاخد الحدين اللي باقيين زائد، هاخد سالب ج س ناقص ج ص. كده هنا عندي القوس الأول فيه عامل مشترك الألف، وهيبقى لي أ س لما أقسمها على ألف هيبقى لي س زائد أ ص أقسمها على ألف هيبقى لي ص. كده عندي هنا السالب اتكرر، هاخد السالب بره عامل مشترك، ما يضرب في الموجب هيبقى سالب، والجيم متكررة تاخدها سالب. افتح قوس، هنا عندي السين هتنزل، وهنا سالب على سالب هيبقى فيها الموجب، والصاد ج صاد على ج الجيم هتروح يبقى لي الصاد. كده ظهر لي عامل مشترك في الأقواس، هاخد س زائد صاد عامل مشترك، ومن هنا هيبقى لي الألف، وبعد كده من هنا هيبقى لي سالب ج. يبقى كده هو مديني القوس الأول س زائد صاد، هيكون متبقي لي القوس التاني اللي هو أ ناقص ج، الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال رقم 6، إذا كان س زائد ص بتساوي 3 وأ زائد ب بتساوي 5، فإن أ س زائد أ ص زائد ب س زائد ب ص هتساوي نقط. ده هنا 4 حدود هنحللها تحليل بالتقسيم. هناخد كل حدين مع بعض، يبقى هنا عندي أ س زائد أ ص زائد القوس التاني اللي هو ب س زائد ب ص. القوس الأول العامل المشترك فيه الألف، يبقى هنا أ س على ألف يبقى ل س زائد أ ص على ألف، الألف هيروح مع الألف يبقى ل ص، زائد هنا العامل المشترك في القوس ده هيكون الب، هاخد عامل مشترك ب س على ب، الب هتروح مع الب يبقى ل س زائد ب ص على ب، الب هتروح مع الب يبقى ل ص. كده عندي ظهر لي قوس عامل مشترك، هاخد س زائد ص عامل مشترك، ما هاخد من الحد الأول س زائد ص عامل مشترك هيبقى لي الألف، زائد هناخد من الحد التاني ده القوس س زائد ص عامل مشترك يبقى لي الب. يبقى كده عندي س زائد ص في أ زائد ب، هو مديني س زائد ص قيمتها ب3 بين القوسين في ضرب، وأ زائد ب مديهالي ب5، 3 في 5 يبقى بيساوي 15، الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال رقم 7، إذا كان أ في القوس س زائد ص ناقص ب مضروب في القوس س زائد ص بتساوي 15، وكان س زائد ص بتساوي 5، فإن أ ناقص ب هتساوي نقط. هنا عندي المقدار ده فيه عامل مشترك اللي هو القوس س زائد ص. بعد كده الحد الأول ده خدنا منه س زائد ص عامل مشترك يبقى لي الألف، ناقص الحد التاني خدنا منه القوس س زائد ص عامل مشترك يبقى لي الب، ده كله بيساوي 15. وكان س زائد ص ب5، يعني أشيل القوس اللي هو س زائد ص ده وأعوض مكانه ب5. الخمسة هنضربها بكام؟ اللي هي أ ناقص ب عشان يديني 15، يبقى كده أقول 15 على 5 فيها 3، أو أقول الخمسة أضربها في كام يديني 15، يبقى هتكون ب3. يبقى كده قيمة أ ناقص ب هتكون بتساوي 3، الاختيار الأول أ. بعد كده السؤال رقم 8، المقدار س أس 2 زائد 7 س زائد ب يكون قابلا للتحليل إذا كانت ب بتساوي نقط. أول حاجة هنعوض بالاختيارات اللي موجودة عندي. لو شلت الب وحطيت مكانها 3، أنا عايزة عددين حاصل ضربهم 3 ومجموعهم 7، مفيش عددين حاصل ضربهم 3 ومجموعهم 7. طيب هنعوض بالأربعة، عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 7 برضو مفيش. طيب عايزين عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 7، الستة اللي هي 1 في 6 و2 في 3، الواحد زائد 6 يبقى 7، يبقى دول اللي مجموعهم 7، يبقى هنختار الاختيار نمرة ج. يبقى كده لما عوضت بالب بالستة هيكون المقدار ده قابل للتحليل. بعد كده السؤال التاني، حلل ما يأتي تحليلا كاملا. أول سؤال 8 س أس 4 زائد 27 س ص أس 3. هنا عندي في عامل مشترك في الرموز لأن السين اتكررت، فهاخد السين عامل مشترك. لو بصيت للأرقام مش هلاقي في عامل مشترك في الأرقام، يبقى كده دلوقتي 8 على 1 فيها 8،
س أس 4 على س هتبقى س أس 3. بعد كده الإشارة الموجبة تنزل، 27 على الواحد فيها 27، س هتروح مع الس فيها الواحد، وصاد أس 3 هتنزل. كده المقدار اللي ظهر عندي ده مجموع مكعبين هنحلله، الس هتفضل بره اللي احنا خدناه عامل مشترك، وده هيتحلل قوس صغير وقوس كبير. 8 لها جذر تكعيبي 2، س أس 3 جذرها التكعيبي يبقى س. بعد كده الإشارة الموجبة تنزل، 27 جذرها التكعيبي 3، صاد أس 3 جذرها التكعيبي صاد. بعد كده عشان نجيب القوس الكبير نربع الحد الأول، الاتنين لما نربعها تبقى 4، س أس 2، والسين لما نربعها تبقى س أس 2. بعد كده نغير الإشارة، هنا موجب تبقى سالب. بعد كده نضرب الحدين في بعض، 2 في 3 ب6، وس في صاد هتبقى س صاد. بعد كده نربع الحد الأخير، هتبقى موجب 3 أس 2 ب9، والصاد لما نربعها هتبقى صاد أس 2. ده كده التحليل تحليل كامل. بعد كده السؤال التاني، س أس 3 ناقص س أس 2 زائد س ناقص 1. هنا عندي مقدار من 4 حدود هنحلله تحليل بالتقسيم. هناخد أول حدين مع بعض، س أس 3 ناقص س أس 2 زائد الحدين التالت والرابع مع بعض، س ناقص 1. هنا القوس الأول فيه عامل مشترك اللي هو س أس 2. احنا هنا بناخد الرمز بأصغر أس، السين اتكررت، طالما اتكررت بناخد عامل مشترك وبناخد الرمز بأصغر أس، يبقى اخد س أس 2 افتح قوس، س أس 3 على س أس 2 هيبقى فيها س، سالب على موجب فيها سالب، س أس 2 على س أس 2 هيبقى فيها الواحد، زائد هنا مفيش عامل مشترك يبقى س ناقص 1. كده عندي ظهر لي قوس عامل مشترك، هاخد س ناقص 1 عامل مشترك. لو ما اخد س ناقص 1 عامل مشترك من الحد الأول يبقى لي س أس 2، زائد لما اخد س ناقص 1 عامل مشترك كأني بقسم عدد على نفسه، س ناقص 1 على س ناقص 1 هيبقى فيها الواحد، مننساش ما نكتبش الواحد. يبقى كده عندي س ناقص 1 مضروب في القوس س أس 2 زائد 1. بعد كده السؤال التالت، أ أس 2 زائد 4 أ ب زائد 4 ب أس 2 ناقص 9 ج أس 2. هنا عندي مقدار من 4 حدود هنحلله تحليل بالتقسيم. هناخد أول حدين مع بعض، أ أس 2 زائد 4 أ ب زائد 4 ب أس 2 ناقص 9 ج أس 2. هنا عندي القوس الأول فيه الألف عامل مشترك، أ أس 2 على أ يبقى أ زائد 4 على الواحد فيها الأربعة، أ على الألف هيروح والب هتنزل زي ما هي، زائد هنا مفيش عامل مشترك بس نقدر نحلله فرق بين مربعين. هنحلله الأربعة ب أس 2 هتتحلل 2 ب، هنفتح قوسين، الأربعة هتتحلل 2 في 2، ب أس 2 هحللها ب في ب. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة، 9 دي هنحللها 3 في 3، وج أس 2 هتتحلل ج في ج. هنا دلوقتي مفيش عامل مشترك، يبقى كده هناخد أول 3 حدود مع بعض ونحلله مقدار ثلاثي. كده هناخد ال3 حدود الأولين مع بعض، هنفتح قوس أ أس 2 زائد 4 أ ب زائد 4 ب أس 2 ناقص 9 ج أس 2. لو ركزنا في المقدار ده نلاقيه مقدار ثلاثي مربع كامل، الحد الأول ليه جذر، الحد التالت ليه جذر، ولو ضربت جذر الأول في جذر التالت هيديني الحد في 2 هيديني الحد الأوسط، يبقى ده مقدار ثلاثي مربع كامل. بنحلله قوس واحد عليه تربيع. بعد كده نجيب الجذر التربيع للحد الأول، أ أس 2 جذرها التربيع أ، بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل، نجيب الجذر التربيع للحد التاني، الأربعة جذرها التربيع 2 ب أس 2 جذرها التربيع ب. هنكمل ناقص 9 ج أس 2. كده دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين، القوس الأول تربيع هيتحلل القوس في نفسه، يعني هاخد القوس اللي هو أ زائد 2 ب في نفسه أ زائد 2 ب، اللي هو كأني خدت الجذر التربيع للحد الأول، الجذر هيلغي لي التربيع، هناخد القوس بس من غير التربيع اللي هو أ زائد 2 ب، هنا مرة وهنا مرة أ زائد 2 ب. بعد كده قوس إشارته سالبة، قوس إشارته موجبة، 9 هتتحلل 3 في 3، وج أس 2 هنحللها ج في ج. بعد كده السؤال الرابع، س أس 2 ناقص ص أس 2 ناقص 2 س زائد 2 ص.
هنحلل هنا برضو بالتقسيم، هناخد أول حدين مع بعض، س أس 2 ناقص ص أس 2 بينهم زائد ناقص 2 س زائد 2 ص. كده خدنا كل حدين مع بعض. القوس الأول ده فرق بين مربعين، هنحلله قوسين، س أس 2 دي تتحلل س في س، ص أس 2 دي نحللها ص في ص. قوس هياخد الإشارة السالبة وقوس هياخد الإشارة الموجبة. بعد كده القوس التاني ده الاتنين عامل مشترك، وعايزين نتخلص من السالب، فهناخد السالب برا عامل مشترك، سالب 2. سالب 2 س على سالب 2، السالب 2 هيروح مع السالب 2 يبقى لي س، موجب على سالب يبقى سالب 2 على 2 هتروح والصاد تنزل. كده ظهر لي عامل مشترك في الأقواس، س ناقص ص عامل مشترك، يبقى كده هاخد س ناقص ص مشترك، يبقى لي من الحد الأول ده س زائد ص. خدنا من الحد التاني القوس س ناقص ص عامل مشترك، يبقى لي سالب 2، يعني ده تبقى إشارتها سالب 2. يبقى كده حللنا السؤال الرابع تحليل كامل. بعد كده السؤال الثالث، استخدم التحليل لإيجاد قيمة كل من أول سؤال 7.3 كل تربيع زائد 2 في 7.3 في 2.7 زائد 2.7 كل تربيع. ده مقدار ثلاثي مربع كامل، عندي قوس تربيع والأخير برضو تربيع، يعني الأول لجذر والتاني لجذر، والحد الأول اللي هو حاصل ضرب جذر الأول في جذر التالت في 2، يبقى ده الحد الأوسط، يبقى المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل. بنحلله قوس 1 على تربيع، وهناخد الجذر التربيع للحد الأول 7.3 تربيع، لما أخد لها الجذر هيلغي التربيع، هناخد العدد 7.3 من غير التربيع، إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده 2.7 كل تربيع هناخد لها الجذر، يبقى هناخد العدد من غير التربيع يبقى 2.7. كده عندي 7.3 زائد 2.7 هيبقى 10 لكل تربيع، هيكون بيساوي 100. يبقى كده المقدار الأول ده هيكون بيساوي 100. بعد كده السؤال التاني 99 لكل تربيع ناقص 1، ده فرق بين مربعين، هنحلله قوسين. 99 تربيع كده عايزين نجيب لها الجذر التربيعي، عشان ناخد الجذر التربيعي هيلغي التربيع وهياخد 99، وهاخد هنا برضو 99 اللي هي 99 في 99 يديني نفس العدد تربيع. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. بعد كده الواحد اللي هو 1 في 1، 99 ناقص 1 اللي هو يبقى 98 بين القوسين في ضرب 99 زائد 1 هيبقى 100، 98 في 100 هننزل الصفرين، وواحد في 98 ب98. وبكده يكون انتهى الاختبار تراكمي رقم 6. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. شكرا لكم، مع السلامة.